كار اهي، فيها كشك كده، فيه سندوتشات وفيه قهوة وكل حاجة اهو. وفي جاز كمان لو عايز. في بقى حمام ورا هنا عشان طبعا ايه، انا بعاني في الموضوع ده وانا شغال. في حمام ورا هنا، تمشي كده هتلاقي على الشمال عند المغسلة. تعالى بقى، في حاجتين مهمين جدا لازم تعرفهم، يعني كارثة في بونص كريم النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة، والنهارده حلقة مختلفة جدا، حلقة مش عادية. احنا النهارده يا جماعة نازلين نشوف ايه ده، البرنامج ده هينفع معانا ولا مش هينفع معانا. احنا النهارده نازلين نخسر. احنا النهارده نازلين نروح لعميل ربع ساعة علشان مشواره ب25 جنيه. النهارده جايين ننفخ في قربة مخرومة. النهارده جايين نشتغل على برنامج كريم، هنشوف هو عايش ولا ميت ولا ظروفه ايه بالظبط، ينفع يكون دخل اساسي طول اليوم ولا لا. كمان نشوف قصة على كيفك الجديدة ديت، التفاعل مع العملاء هتكون بتطلب عليها كتير، وبرضو زيها زي اي برنامج تاني محتاج خطف ولا لا. وما تيجي نشوف. قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو دوت واشترك في القناه لو انت اول مره تتفرج عليا او بتتفرج عليا ومهتم مجال النقل الذكي. يلا بينا. انا حدثت بس البرنامج قبل اي حاجه عشان لو في لازم تشغل التحديث الجديد، يعني عشان الخدمه الجديده تبان عندك، فانا فعلتها. وبرضو هنصفر العداد كالعاده علشان نشوف احنا مشينا قد ايه وفي اخر اليوم عملنا كام. يلا بينا كده. هي دي كده، احنا صفرنا العداد. يلا بينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. متوفر يا عم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار اسود من اولها كده. ده على كيفك مولع الدنيا. جماعه انا فتحت على كيفك النهارده بتاع العميل، لقيت الفرق ما بين جو اوفر وعلى كيفك. عملت رحله كانت على، بس يا عم بس الله يخرب بيوتكم، بوظتوا الشغلانه. بس لقيتها الفرق ما بين جو اوفر وعلى كيفك ديت 40 جنيه في رحله ب 150 جنيه، انت متخيل؟ وما بينها وما بين جو كانت كام؟ جو ب 190. هبقى احط لكم السكرين يعني في صوره كده. اتصدمت. يعني جو اوفر اللي احنا بنشتكي من اسعارها كمان فرق ما بينها وبين على كيفك 40 جنيه. يا نهار اسود يا جدعان، ده النيسان صني بقى بمليون و800 الف جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله. اهو ومصمم. طب انا موطي الصوت، هو الصوت ده بيطلع منين يا جدعان؟ مش فاهم. انا موطي الصوت اهو. هو برنامج كريم عامل اوبشن ان هو مهكر الصوت. لا حول ولا قوه الا بالله. طب هو اقترح سعر ايه بقى؟ مديني ايه بقى؟ مديني الاسعار ايه؟ بص كده. انت عارف لو الرحله حتى ما، يعني دي رحله ب 26 جنيه يا جدعان، بتطلبوها على كيفك ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بقف قدام البنوك بيجي لي يعني رحله بريت عالي، يعني فيزا بس، مش فارقه معايا، بروح اسحب الفلوس. بص دي جسر السويس، مش وحشه دي يا جدعان والله. بس انا هنزله بره. اوعى. هو الفكره ان هو 5 دقايق يعني مش كتير. هو فين ده؟ اللي بينا هنا جنبينا. طب اخش له الحته ديت كده واكلمه بدل ما اقعد الف اللفه اللي ملهاش لازمه دي. هخلصه واجيلكم. كده خلصت اول رحله. طبعا الرحله خدت معايا وقت اطول علشان العميل كان حاطط اللوكيشن قبلها بشويه، يعني اللوكيشن بتاعه غلط. حساب 215 اداهم لي كلهم عشرات، بس 230 جنيه دول. طبعا انا ما بتضايقش من خالص من الفكه، بالعكس الفكه دي بتنفعني. انا بعرفش اشتغل اصلا من غير ما يكون معايا فكه. المهم يعني عايزين نعرف الرحله متثبته ولا لا. هي كانت جايه لي 183.
لا ده قلت كمان. يعني المسافة زادت، وانا توقعت ان هم ممكن يكونوا زودوا لي الاجرة بس قلوها. فيديو النهارده ده يا جماعة ممكن يكون دعاية لشركة كريم، وممكن يكون تحفيل على شركة كريم، هم وحظهم معايا. انا شغال كريم بس النهارده، والله برنامج تاني اللي انا شغال النهارده كريم بس، فانا مش هعرف اعمل واجهة على برنامج تاني. عايز برضو اروح التجمع ببرنامج كريم. احنا عاوزين تبقى تجربة كاملة، بحيث لو انت معاك كريم بس تشوف هل هيقدر ان انت تشتغل بيه طول اليوم وتعتمد عليه ولا لا. انتوا عامل لي بونص 500 جنيه بعد 20 رحلة على جوجو اوفر. يعني اعمل 20 رحلة اخد 500 جنيه من غير ولا نسبة قبول ولا الكلام ده كله. فانا مش عارف الحق اعملهم ولا لا. النهارده شغالين طول اليوم كريم، حتى قال لي اقل حاجة مثلا نعمل لنا كام على الرحلتين دول، نعمل لنا 8 كمان. 8 يبقى فاضل 10 نعملهم خميس وجمعة. ايه ده ايه ده ايه ده، 7 دقايق. طب تعالى كده نجرب كده نشوف هيقبل بأعلى سعر. يعني نحط له يا عم مش اعلى سعر قوي يا عم، 49 جنيه. انا معرفش هو رايح فين اصلا، بس هو ايه ده 20 جنيه بونص على كل رحلة. كريم يا جماعة عامل لك 20 جنيه بونص على كل رحلة من الرحلات اللي هي على كيفك دي. يعني كل رحلة تاخدها يزود لك عليها 20 جنيه. لو حد لسه ما عملش فكرة الجروب ده، انا اتكلمت عليها في فيديو قبل كده. جروب على التليجرام، تعملوا مع بعض محادثة وانتوا شغالين، بحيث ان انتوا اي مشكلة مع اي حد او اي نصيحة من اي حد واحنا شغالين بنسمعها مع بعض، وفي نفس الوقت تكون عامل معاه شير لوكيشن، بحيث ان انت في اي حاجة يعني تكون في حد قريب منك. تعالى كده، دي الناس اللي انا مشير معاها اهو. بص مفيش فايدة، مفيش فايدة. المشكلة انا مش هخش لك عين شمس انا. ما بحبش انا جسر السويس دي، عشان كده الرحلات كلها بتيجي من عين شمس، وانا مش هينفع ادخل عين شمس. بص ما اجرب معاكم، قربني شويه. ممكن اروح الحته دي فاضي ابدا اتحرك بقى، يعني اطلع كده احاول ان انا ايه اتحرك على عبد الحميد بدوي او مصر الجديده، اخد رحله من هناك. ده قبل. ده قبل الرحله. يا عم كنت بجرب، كنت بهزر. يا عم كنت بهزر، انت صدقت ولا ايه؟ ده جوه في الشلاحات في الاعماق هنا. مش عارف اوديه ده ولا اعمل فيه ايه ده. فالجماعة بتاعت عين شمس تقول لنا المكان ده امان ولا ايه، عشان انا بخاف ادخل عين شمس بصراحة. فسامحني، انا اسف. انا عندي عقدة من عين شمس بصراحة. الغي يا عم، لا يمكن الحجز. يا نهار اسود. بيقول لي لا يمكن الغاء هذا الحجز. طب نروح لها دي، نروح لها وخلاص. بص الرحلة دي هتبقى واقفة علينا تقريبا ب70 جنيه، يبقى ب53، ودي يعني 73 جنيه صافي ليك بالبونص. وهتودينا برضو ايه، تقربنا من مصر الجديدة. نشوف كده. بص بعد حرب 5 دقايق مع التكاتك اخيرا وصلت لمكان العميل. التكاتك هنا بسم الله ما شاء الله اكتر من البني ادمين اللي ماشيه، فالشارع حتى مش مناسب خالص ان انا اقف فيه. ومش عارف بقى العميل بقى له دقيقتين كده منزلش. وجع قلبي يعني. برنامج كريم ده بيحط الواحد في مواقف يعني زي الزفت. السعر يا جماعه اللي انت بتختاره وانت بتقبل الرحله، ده سعر الرحله الكل. يعني احنا حاطين للعميل ده 53، طلع لي وانا بحاسبه 53. معنى كده ان السعر اللي انت بتختاره ده سعر النسبة الكلي. طيب نسبتهم كام؟ نسبتهم 5%. يعني هو عامل لك الحركة ديت بحيث ان هو يخلي نسبته قليلة علشان يوفر للعميل، وانت برضو ما تحسش ان هو ايه، ان هو جه عليك قوي. هي خدعة برضو، انت برضو ايه لازم تقبل بسعر كويس. طب تعالى كده نشوف بعد ال5% بقى الصافي 50 جنيه من 53. اخدوا 3 جنيه بس عمولة. فقلت برضو اعرفكم المعلومة دي علشان تكون عارفها. طبعا انا ايه اتفسحت 5 كده بالحب في. انا عايز اروح هنا يا جماعة الريت ده، انا عايز اروح على الريت بقى.
كريم من غير ريت بالنسبه لي ملوش طبعا. في حاجه عايز اقول لك عليها، توفيق ربنا ليه دور كبير جدا في رزقك وفي قبولك للرحلات. يعني ساعات بتلاقي الحظ جاي معاك، وساعات تلاقي الحظ مش جاي معاك. يعني تلاقي الرحلات هوبا رحله حلوه، تلاقي واحد جاي يحط يرمي نفسه على الازاز، ولا قلت له امسح ولا اعمل فانا معيش فكه، فتلاقي حاجات غريبه بتحصل لك وانت واقف. والظاهر كده ان الخدمه الجديده اللي هم عاملينها دي شغاله، يعني عامله تفاعل مع العملاء طبعا عشان رخيصه. فجبت لي كده واحد بطاطس سوري علشان اقدر اقوم، ودي من ضمن الحاجات المضمونه اللي انا ممكن اكلها من الشارع. يعني ما فيهاش قلق في حاجه. يعني لان زي ما قلت لك قبل كده احنا مننا بنبقى طول اليوم في الشارع، فخلي بالك من موضوع الاكل ده، لان بجد الواحد معدته باظت من اكل الشارع. يعني فمش اي حاجه تاكلها من الشارع. خدت رحله على كيفك 5 كيلو راح عباس العقاد، حطيت للعميل اللي هو السعر اللي قبل الاخير. فالعميل هو بتحاسبني بتقول لي ايه ده، انا كان معايا 25 جنيه في المحفظه. طيب لو حد عمل معاك هنا تعرف ازاي هو حاطط ولا مش حاطط؟ تروح دايس على السهم اللي تحت ده بيجيب لك تفاصيل الاجره. هنا مفيش فلوس كانت في المحفظه، قلت لها كده يبقى الكابتن ما حطهمش، او انت المشكله عندك انت شوفيها. برضه حبيت اعرفكم التركايه ديت، وحبيت اعرفكم ان فكره يعني 5 كيلو ب 40 جنيه مش وحشه. فكره كريم الجديده ديت يعني اعتقد هتعمل تفاعل اكتر مع البرنامج، تعمل تفاعل اكتر مع العميل. وانت عايز تستغل الفتره ديت ان انت تاخد ال 20 جنيه البونص. يعني انت لو خدت الرحله باعلى سعر وخدت فرق ال 5% مع ال 20 جنيه بونص، يعني اعتقد هيبقى كويس. يعني الرحله دي كده تبقى واقفه عليك ب 60 جنيه ل 5 كيلو بالبونص بكل حاجه. بص اخيرا جت الرحله اللي بدور عليها من بدري، اخيرا جت اهي. هطلع الرحله دي واجيلكم. كده انا عندي حل من الاتنين، يا اما اشتغل على الريت الموجود ده اخد رحله طويله لاكتوبر مثلا، يا اما اشتغل على الرحلات الصغيره على البونص بتاع كريم اللي هو العادي بتاع جو جو اوفر، والبونص اللي هو بتاع الخدمه بتاعت على كيفك تاخد 20 جنيه على الرحله. يا اما اشتغل على رحلات صغيره هنا في التجمع، يا اما لو جات لي حاجه بريت عالي مثلا 1.6 1.7 ريت في 2 رحله طويله ممكن اخدها. يعني بص دي 1.4 بس العميل قريب بعيد عني. بس قبل ما اعمل الكلام ده الغاز خلص احط غاز. فانا كنت قايل لك قبل كده ان انا معايا لوكيشن في كل محطات الغاز. بص انا حافظه هنا، محطات الغاز في مصر، بيجيب لي اقرب محطة غاز ليا. بص المحطة دي انا بقى فيها حاجات كتير اوي، فيها ان انت فيها كشك بتاع اكل وقهوة، وفي نفس الوقت فيها بتحط غاز، عايز تحط بنزين، اللي هي في شيل اوت اللي عندي عارف الشارع اللي قدام بوابة واحد الرحاب، هي هناك دي فيها كل حاجه. ممكن تروح هناك تاكل وتشرب قهوه وتحط غاز. يا بص القهوه دي كارجاز اهي، فيها كشك كده فيه سندوتشات وفيه قهوه وكل حاجه اهو. وفي جاز كمان لو عايز. في بقى حمام ورا هنا عشان طبعا ايه انا بعاني في الموضوع ده وانا شغال. في حمام ورا هنا تمشي كده هتلاقي على الشمال عند المغسله. تعالى بقى في حاجتين مهمين جدا لازم تعرفهم، يعني كارثه في بونص كريم النهارده. لسه كابتن ابو يوسف هو لسه قايل لي عليها، كان شغال على البونص بتاع كريم اللي هو المفروض بيقول لك 4 ساعات اتاحه تعمل منهم 3 ساعات ونص، بحيث ان هو يديك نص ساعه النت هنج منك، النت وقف، دخلت في مكان ما فيهوش شبكه، الكلام ده كله. طبعا متعودين على بونص كريم كده. لا ده بص بقى البونص اللي فات انا ما خدتش بالي غير لسه هو بيقول لي دلوقتي. بص يا باشا الصدمه، هو بيقول لك من 4 ل 8، يعني البونص الوقت بتاعه من الساعه 4 للساعه 8. طيب اعمل وقت اتاحه كام؟ امشي انت دلوقتي، وقت الاتاحه 4 ساعات. يعني انا مطلوب مني في خلال 4 ساعات ابقى متصل 4 ساعات. طب دي اعملها ازاي؟ يعني دي تعملها ازاي؟ وارد جدا. يعني سيبك ان انت ممكن ولا تاكل ولا تشرب ولا تدخل الحمام ولا تعمل اي حاجه. طب انا دلوقتي في مكان ما فيهوش شبكه، النت وقف مني دقيقه ديت خلاص، انت كل اللي انت عملته طول يومك باظ. عمال انت بقى ايه تحارب وتقبل رحلات انت مش عايزها عشان نسبه القبول، وتروح لعميل 10 كيلو عشان الرحله بتاعته وتعمل بقى البونص، وفي الاخر يضحك عليك. فهو قصه ان انت البونص يبقى 4 ساعات اتاحه
ده كده استحالة حد يكون عمله، استحالة. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة، زي ما شفنا في الرحلة بتاعت فيليكس اللي هي على كيفك الجديدة، لو قبلتها ما تعرفش تلغيها. انا مصور لك الرحلة بعد ما خدتها اللي هي بتاعت عين شمس، جيت الغيها علشان ما كنتش عايز اخدها، قال لي لا ما ينفعش تلغيها. معنى كده تجربتنا النهارده في رحلات كريم اللي هي على كيفك او فيليكس، ان انت لو قبلت رحله فيهم مش هينفع الرحلة تلغيها. الفيليكس يا جدعان بيبقى فيها علامة الفيزا، يعني لو الرحلة فيزا بيجيب لك انها فيزا اهي. يعني هو بيعرفك قبل ما تقبل الرحلة، نفس النظام بتاع ديدي كده، بتاع ديدي فيليكس بيعرفك اذا كانت الرحلة فيزا ولا كاش قبل ما تقبل. فيها يا جماعة ميزة حلوة قوي بالنسبة للرحلات اللي هي على جو على كيفك، ان انت غير البرامج التانية، لا انت ممكن تدوس كده تشوف العميل هينزل فين بالظبط. طبعا ما فيش الكلام ده ولا في فيليكس ولا في اوبر اللي هي اسمها ايه، ولا الرادار في اوبر. بيجيبوا لك الرحلات كده وانت بقى ايه بتقبلها زي ما هي. لو رحله كاش بيجيب لك علامه الكاش دي كده، تبقى الرحله دي الرحله دي كاش. تعالى كده نجرب. راحت فين اهي. يمكن يقبل ب 180 جنيه. هو اللي انا لاحظته لما تحط سعر عالي قوي بيبقى حلو، لما لو قبلت بقى بسعرها لا صعبه جدا، تبقى وحشه قوي. لما لو قبلت باعلى سعر والعميل وافق تمام. اهو وافق اخيرا. اخيرا يا جدعان، يا فرج الله. ده انا رجلي نملت من قلة السواقة. ده جوه الرحاب ده ولا فين ده؟ اه. اه يا رب، يا رب اعمل ايه تاني؟ طيب كنسلها. رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. في حاجه في الجي بي اس ساعات بيكتب لك اسم تورا. اسم تورا ده مش بتاع المعادي، لا ده ليك ديستريك اللي هو على طريق السخنه، فبيكتب لك تورا بس. برضو ده في كل البرامج، عشان لو جات لك على اوبر او جات لك على اي برنامج ولقيت تورا دي، مش شرط انها تبقى تورا اللي على الكورنيش، فلازم تزوم وتشوف النقطه ايه واقفه فين بالظبط. التورا التانية اللي هي على كورنيش المعادي. طبعا انا بقالي كده كتير قوي يعني، فانا هبدا ان انا اتحرك على ال90 ناحيه الداون تاون. طبعا انا مش هكمل لحد الداون تاون، لو جالي رحله هسيب البرنامج شغال معايا وهفضل ماشي على ال90. جالي حاجه كويسه وانا ماشي تمام، ما جاليش هقف عند الداون تاون. الساعه دلوقتي اهي داخله في 10، فابسط الامور اعرف اخد رحله من هناك يعني. انما الملل اللي انا فيه ده كتير والله. بص هناك الريت عامل ازاي. هطلع بقى كده ايه، مضطر امشي فاضي لان انا استنيت كتير يعني. فهنا بقى ابدا ممكن في مجال ان انا اتحرك فاضي، انما ان انت تتحرك كل شويه لا. تفضل تستنى شويه وتعمل اللي عليك، ما لقيتش في رحله كويسه تبدا ان انت تتحرك فاضي. كنت خلاص بتحرك فاضي فجالي رحله يعني بص زي الفل. عشان اودي الاضاءه شويه، جات لي رحله كايرو فيستيفال. يعني هي دي الرحله اللي انا بدور عليها. المفروض بقى انزل العميل تبقى الساعه هناك مثلا 10:15 داخله في 11، يبقى في الريت عالي هناك. اخد بقى رحله محترمه تنزلني تحت. دي كانت كده رحله خدتها من المول بتاع كايرو فيستيفال لحدائق حلوان. طبعا الرحله كانت بريت عالي. بص مشيت 30 كيلو ووقت قد ايه؟ مسافة 30 كيلو، وقت الانتظار وقت الرحلة 40 دقيقة. سعر الرحلة 240 جنيه صافي، 198 يعني قول 200 جنيه في 30 كيلو. طبعا عشان الرحلة كانت بريت. دي تقريبا أحسن رحلة خدتها النهاردة في برنامج كريم. الساعة دلوقتي 11:30، يعني أنا كده اشتغلت بالظبط 8 ساعات على برنامج كريم. طيب تعالى نشوف احنا عملنا قد ايه في ال 8 ساعات دول. طبعا بالنسبة للبونص كان في بونص كده عندي. شوف انا عملت منه كام رحلة. عملت منه 6 رحلات، فاضل 20 ماشي. ده كان كده الرحلات اللي انا عملتها النهارده الاربع اهو. الاربع. طيب مجموع الرحلات ديت كام؟ 660 جنيه.
طبعا انا ايه يعني برنامج كريم ممل جدا بالنسبه لي، كانت تجربه يعني كويسه، استفدنا برضو، عرفنا تفاصيل الخدمه الجديده، وفي نفس الوقت برضو عرفنا الناس الشغل على كريم ماشي ازاي. طبعا لو انت معاك كريم بس فيعني اعتقد يعني الدنيا هتمشي معاك، بس لو انت معاك برامج تانية ده هيساعدك اكتر ان انت يعني تستخدم كريم صح. يعني انا لو معايا كريم، لما بيكون معايا كريم ومع البرامج التانية بفتحه فين؟ في الريت بتاع المول، بفتحه في الريت بتاع الموظفين، الكلام ده كله بقى بشتغل منه احسن شغل. ولكن ان انا افضل شغال بيه طول اليوم، يعني انت وحظك بقى، ساعات تيجي وساعات ما تجيش. طيب ال 660 جنيه دول الحاجه المهمه بقى، مشينا كام كيلو علشان نعمل ال 660 جنيه دول في برنامج كريم؟ تعالى مع بعض كده نشوف العداد ومشينا كام كيلو. مشينا 154 كيلو متر، 154 كيلو متر في 660، يعني اعتقد رقم كويس. يعني لو هنفترض مثلا الكيلو 150 في 3 450، يعني الكيلو هيكون سعره كويس بالنسبة لنا. ولكن زي ما قلت لك برنامج كريم حلو كل حاجة، بس لو هو كحاجة إضافية تعرف تستخدمه صح. لو هو باعتماد عليه برضه هيشغلك، مش هقول لك مش هيشغلك، لا هيشغلك، بس انت هتستحمل حاجات كتير وهتيجي على نفسك في حاجات كتير. طبعا الارباح ديت ملهاش علاقه بالبونص اللي هو ضيفولي، اللي هو بتاع الخدمه اللي هي بتاعت جوه على كيفك، ولا بتاع البونص اللي احنا لسه هنكمله ان شاء الله في خلال اليومين دول اللي هم ال 20 رحله. طبعا استفدت من الفيديو ده، اوعى تنسى تدوس لايك. شايفني انا تعبان فيه قد ايه؟ اشترك في القناه لو انت اول مره تتفرج عليا ومهتم لنا لذاك، لان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنقدم محتوى جامد جدا. سلام عليكم.